بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة زي ما عودناكم على المتعة وأحسن حاجة أول الكلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة وسنة سعيدة. نبدأ كلامنا دلوقتي عن شقتين مع بعض. هنتكلم على السلم الأول. نبص على السلم بسم الله ما شاء الله واسع ازاي، وفي أسانسير والمساحات كبيرة. الدور فيه 6 شقق. هنتكلم على الشقتين دول زي ما وعدتكم ان انا اجهز لكم شقق جميله. ادي شقه شايفينها، وادي شقه اول واحده يمين. هنبدا باليمين بسم الله الرحمن الرحيم. السلم طبعا هنوريكم الاسانسير كمان. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 سلمات اللي هم مستوى الادوار. تمام. وادي الاسانسير، ادي الاسانسير زي ما احنا قلنا لكم في اسانسير في العماره. الدور السادس زي ما احنا متعودين على احسن حاجه. الاسانسير اهو شغال وحاجه نظيفه. تمام. وادي الشقه اللي على اليمين. معلش يا جماعه بتحرك بسرعه شويه وهبدا اجيبها لكم. دي الشقه اللي على الشمال جنب الاسانسير، ودي الشقه اللي على اليمين. والاثنين احلى من بعض، واحده على الشارع الرئيسي وواحده في الاتجاه الخلفي. احنا هنا عند العسوي. تمام. وهحط لكم التفاصيل كلها. شايفين المدخل خشب، الباب الخشب طبعا. ده الجار، ده الجار وده احنا. ده الخشب اهو شايفين من انظف ما يكون. والتصميم سبوت لايت. تمام. الباب من الخشب المتين، الباب من الخشب المتين. ترابيس 1 و2. تمام. الكهرباء كامله، العدادات كامله. نبدا نتكلم دلوقتي في كل حاجه. تمام. عندنا ده الشارع الرئيسي وبيبص على المرور اهو زي ما انتم شايفين. هبدا اجيب لكم المرور واحده واحده. ماشي. ادي كوبري المرور زي ما انتم شايفين، وادي الابراج واحنا عند العسوي. وادي البنزيمه بتاعت الغاز. احنا كده بنبص على الكوبري مباشره. تمام. وده من الجنب. هنتكلم عن نوع السيراميك، هنتكلم عن نوع السيراميك. فرز اول ماشي، ابيض واسود زي الشطرنج. تمام. العمدان اهي من انظف ما تكون، مش طوب لا عمدان. الشباك طبعا خشب. تمام. ووشين طبعا جبسن بورد بسيط في السقف. طبعا اللي بيتكلم على الجبسن بورد لا محتاج جبسن بورد. طبعا محتاجه وش دهان. احنا طبعا هنشتغل على الدهان والحاجات دي، بس انا ببيع مش باجر حاليا. ماشي. وان شاء الله لو حصل حاجه للتاجير هبقى ابلغكم باذن الله. تمام. الصاله دي يعني احنا هنتكلم على صاله وصالون وسفره. احنا بنتكلم في 5 في 6 ونص او 7. تمام. 5 في 7 بالظبط. 5 في 7. تمام. هنجيب دلوقتي العمق تاني من الباب ونشوفها ونتفرج عليها. ادي 5. احنا لسه ما طلعناش المستويات. تمام. ادي 5 وادي 7. اعمل لكم واحد داير بانوراما عليها اهي. طبعا فيش الكهرباء في كل حته. مخرج التكييف موجود، ومكان التكييف في الصاله، وهنا المكتبه والتلفزيون وكل حاجه. داير عملتها لكم. اتمنى اكون موضح لكم الصوره بشكل كويس. تمام. ونتفرج بعد كده على الصاله والصالون. وادي السفره. السفره مستويين يا جماعه، في سلم. تمام. وبعدين عمودين. تمام. وادي الجبسون بورد البسيط مع سبوت لايت. تمام. اضاءه بسيطه. تمام. طبعا كل الحاجات دي طبعا هيتراجع عليها طبعا، يعني ربنا يكرمه اللي يشتريها ويفتح عليه ويرزقه ويوسع عليه. وادي مكان السفره. تمام. نبدا بعد كده ندخل على اوضه النوم اللي هي بتاعه الاطفال. بس قبل ما نخش عليها نراجع السقف بتاع السفره. الشقه كلها عمدان يا جماعه، دور سادس ولسه في ادوار فوقيها. ماشي. معلش بتعبكم في التصوير عشان اجيب لكم كل حاجه، حتى فيش الكهرباء عشان تعرفوا اساسات الشقه متاسسه كويس، وكل حاجه فيها متاسسه كويس جدا. تمام. فيش الكهرباء متوزعه بشكل كويس وكتير، ودي من ميزات التصميم الصح في الاول. تمام. دي اللمض نيون. تمام. وادي هنا ده مدخل لاوضه النوم والحمام والمطبخ. ندخل الاول على الاوضه اللي بتطل على الصاله والصالون والسفره. اجيبها لكم من بعيد تاني واحنا بنعدي على السفره وبنخش عليها. ادي كل حاجه عشان تبقوا متاكدين. انا كده رجعت لورا خالص لحد ما لزقت في الحيطه. ماشي. ادي الصاله والصالون والسفره. شوفوا التصميم عامل حرف ال، شكله جميل جدا وممتاز. التصميم ده حلو جدا، والهندسه دي كويسه. احترم انا المهندس اللي يعمل حاجه واسعه والهندسه فيها حرف ال، بيخلي الواحد في توزيع العفش بيبقى مبسوط جدا وبيبقى مرتاح وبيوزع كويس. ندخل على باب الاوضه. باب من الخشب القديم ومن النوع اللي انا بحبه. تمام. انا بحب الخشب القديم يا جماعه. الجديد مش عارف يعني في متانه عنه ليه، وسماكه اكتر كمان. تمام. يعني مش فاهم ليه كده. حتى الحلق نضيف. تمام. كل حاجه سليمه في الباب، يا دوب يتركب له الاكره. تمام. نيجي ورا الباب.
تمام. الباب اهو كده. ندخل الاوضه، تمام. الاوضه نبدا بسقفها جبسون بورد بسيط، ما هواش حاجه عاليه، تمام خالص، تمام. وزراء لمض نيون. نتكلم عن فيش الكهرباء الاول. ادي فيشه، ادي 2، ادي 3، ادي 4، 5، وفتح التكييف، يعني في تكييف في الشقه، تمام. في تكييف له متصمم له الاساسات. وادي 6 فيش كهرباء، 6 فيش كهرباء في الاوضه الواحده. هي دي التاسيس صح يا جماعه. لما يجي حد ياسس لازم يقف على ايد بتاع الاساس. اقف في الاساس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. غلط ان شاء الله لو الفيش كلها غلط، اعمل اللي انت عايزه. الاوضه دي يا جماعه عباره عن 5 في 4، 5 في 4 بالظبط. هنيجي نبص لها من هنا 5. لو عدينا السيراميك، نوع السيراميك ابيض فرز اول، تمام، بالوزره بتاعته، تمام. الحيطان عايزه وش دهان، مش هنكذب على بعض، تمام. هنا في سيراميك كله فرز اول، تمام. ادي السيراميك، وادي الاوضه، وادي الشارع اللي بتبص عليه. ده بتبص بقى على شارع عبد السلام عارف الرئيسي، وادي البنزيمه، وادي الكوبري بتاع المرور، كوبري اهو بالكامل، وادي الدخله بتاعه مشعل، وادي سوق الجمله، وادي كل حاجه قدامكم اهي، تمام زي الفل. نرجع تاني للاوضه ونتكلم عنها. معلش يا جماعه بتحرك بسرعه، معلش فرعوني معلش، تمام. اتفضلوا يا جماعه. ادي حاجه 2 3 ماشي. ادي الاوضه، تمام. نجيبها من تاني فوق وتحت. ايوه دي كده. دي يا جماعه الاوضه اللي انا قلت لكم عليها، ماشي. 4 في 5. هنرجع لورا عشان نبقى جايبين الاوضه من تاني مع السفره عشان اوضح لكم تصميم الشقه. ادي الاوضه وادي السفره وادي الباب حتى اطلع لكم منه. يبقى احنا اول لما ندخل الشقه، اول لما ندخل من الباب، هنا عندنا صاله وصالون بمساحه كبيره جدا. هنا عندنا السفره، هنا عندنا اوضه الاطفال او الاوضه الاولانيه، تمام. بندخل اهو من باب. ادي الصاله والصالون وادي السفره وادي الاوضه. براجع لكم كل حاجه. طبعا مش هعد فيش الكهرباء في الصاله والصالون لان فيش الكهرباء في الصاله والصالون عدد كبير جدا. ده معناها ان اللي اسس الشقه دي كان عنده ضمير جدا جدا، يعني هو ده الصح في الاساس. نيجي ندخل بعد كده بقى من السفره على الاوضه الثانيه، تمام. ندخل من السفره على الاوضه الثانيه. هنا عندنا الاول لازم نعرف الطرقه دي. الطرقه دي فيها اوضه هنا، حمام هنا، مطبخ هنا. يبقى الشقه اوضتين، صاله وصالون وسفره. اوضتين، صاله وصالون وسفره. نبدا بقى ندخل على الاوضه دي. دي الاسعار الحلوه في البيع كمان يا جماعه. الاوضه دي هي تعتبر اوضه النوم الرئيسيه، تمام. لازم نتكلم الاول على مدخل الاوضه، تمام. الطرقه الاول، الطرقه دي اللي هي بتدخل على الاوضه والحمام والمطبخ. الطرقه دي كبيره بمساحه متر و30 سم او متر و40 سم في 2 متر، تمام. ده مساحتها، تمام. دي الطرقه، تمام، اللي هي من الاخر ممكن تاخد حاجه معاها، يعني اللي هو ايه، جزامه او حاجه بسيطه. اما هنا عندنا اوضه النوم الرئيسيه. الباب بتاعها خشب عادي، ماشي، خشب من القديم برضو المتين، تمام. هو ده اللي انا بحبه، تمام. والخشب المتين ده يعني تصميمه حلو، يا دوب بس ياخد وش دهان جميل زي ما انتم شايفين. نبدا بالباب وندخل على الاوضه. الاوضه السيراميك بتاعها لونه ازرق، ماشي، ازرق سماوي شويه او ازرق لون البحر، تمام. وندخل على الاوضه. الاوضه مساحتها 4 في 5 برضو زي الثانيه، 4 في 5 زي الثانيه. فيها شباك. ادي الشباك اللي في الاوضه. استنى اما ارجع تاني لورا. الاوضه فيها بلكونه وشباك. طبعا لو واحد ذكي فكر يفتح ويوسع ويدخل البلكونه في الاوضه، ده الميزه. بصراحه انا بحب كده، انا بحب ادخل البلكونه في الاوضه، اخد وسع وبراح جوه الشقه، تمام. حتى المناشر عادي يتعمل لها شبابيك الموتيل وتعمل مناشر حلوه. ده الهندسه الصح، ان انت تكبر شقتك. ادي شباك وادي بلكونه. هنبدا الاول بالشباك ونشوف الشباك بيبص على ايه. الشباك بيبص على كوبري المرور، وبيبص على العمارات كلها، وبيبص على الشارع الرئيسي، تمام. وجايب لكم كل حاجه واضحه اهي. ادي المرور وادي كوبري المرور، تمام، بتاع عبد السلام عادل، تمام. رجعنا تاني عشان نتكلم على فيش الكهرباء. وادي فيش الكهرباء، تمام. وادي فيشه 2 3 4، تمام. ادي فتحه التكييف، وادي مكان التكييف واضح اهو قدامكم شايفينه. وادي فتحه التكييف موجوده، تمام. وادي فيشه، وشايفين مجموعه الفيش كمان هنا، تمام. الفيش داير في كل حته في الشقه، تمام. ده نظام مظبوط جدا جدا، تمام. وادي كل حاجه. السقف بتاعها كان فيه جبسون بورد وقع او اتشال، اكيد كان حاجه يعني مش عارف ليه اتشالت، لان ادي السقف بتاعها.
السقف كويس، والشقه عمدان مش طوب زي ما احنا عارفين. وادي البلكونه بقى كبيره جدا بمساحه متر و40 سم في 5 متر، متر و40 سم في 5 متر. طبعا سلوك الدش كلها متوصله وكل حاجه، بتبص كلها على شارع عبد السلام عارف، كلها بتبص على عبد السلام عارف اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. وادي كوبري المرور، وادي سوق الجمله، تمام. واديكم شايفين اهو الشارع كله قدامكم، تمام، والتصوير واضح. وادي دخلة مشعل، ماشي يا جماعه اهو كل حاجه قدامكم اهو، والتصوير والفيديو واضح جدا في كل حاجه، ماشي. البلكونه حتى فيها فيش، شوفوا التأسيس الصح، البلكونه فيها فيش، تمام، بسم الله. خلاص، وادي الحيطان، وادي سمك البلكونه. طبعا باب البلكونه خشب والشيش خشب، وطبعا ده يعني في منه احسن منه بي في سي دلوقتي، وفي عزل صوت وعزل ضوضاء وعزل تراب كل حاجه. بس بامانه الشقه مساحتها كويسه جدا جدا وهندستها كويسه جدا. نرجع تاني للطرقه ونبدا برضو من اول الطرقه زي ما احنا متعودين. ادي الاوضه اللي احنا شفناها بتاعت النوم الرئيسيه، ادي الحمام وادي المطبخ. هندخل بقى على الحمام. الحمام يا جماعه مساحته كبيره وحلوه، ادي 1 2 متر في 1 2 3 2 في 3. هنا مكان الحوض وهنا مكان الغساله. والشاطر يا جماعه اللي يجيب حوض كبير من اللي هو النوع الجديد اللي بيركب فيه الغساله، بيبقى عامل شبه النيش او كده، بيركب حته تحفه كده، تمام، بحيث انه ياخد الاثنين مع بعض. وادي مكان الغساله وادي مكان البتاع. حتى الكهرباء مظبوطه جدا سواء لسخان او لغساله او لحاجات ضغطها عالي، تمام. والتوزيع بتاع السيراميك، طبعا السيراميك لونه ازرق فابيض، تمام، ازرق غامق كحلي، تمام، فابيض، مع الارضيه مستوى. لو دلقنا الميه تجري على البلاعه على طول، لو رمينا بلي هيجري على البلاعه على طول، ده الصح. البانيو سليم ونضيف ومساحته اللي هو 140 ماشي في 70، تمام، ده البانيو، تمام. وادي الشباك، شباك الحمام بيطل على الجنب اللي هو فيه شارع برضه عبد السلام عارف وكده. دي الشقه اللي على الرئيس يا جماعه. وادي الشفاط بتاعها، ده الشفاط الحمام للروائح واي حاجه، تمام. وادي الباب بتاع الحمام خشب زي ما انتم شايفين، تمام. الخشب طبعا بيحتاج عزل من تحت، لازم تعملوا له عزل قبل الدهان كمان. وادي الحوض وادي الحمام، كل حته فيه اتفصلت. وادي التواليت، كل حاجه شغاله. الشقه فيها عداداتها كامله، تمام، كل حاجه فيها مش محتاجه اي حاجه، الشقه جاهزه للبيع. نرجع تاني للطرقه عشان نبقى ماسكين كل حاجه. ادي الاوضه وادي الحمام وداخلين على المطبخ اهو، تمام. وزي ما احنا قلنا شوفوا فيش الكهرباء توزيعها في الشقه. شوفوا بقى انت لما تحب تغير الوشوش دي تغير، لان الاساس اتعمل صح، والاساس لما يتعمل صح والسلوك اللي مشت جوه الحيطه صح تلاقي نفسك مرتاح على طول. طبعا دي الشفه، دي الشفه الممتازه جدا، دي اللي بيعملها في الاساسات. دي الشفه اللي هيركب عليها الرخامه، بحيث ان رخامه المطبخ عمرها ما يطولها ميه، ما يطولها وساخه، ما ينزل تحتيها اكل او اي بواقي اكل او اي حاجه. ده الصح يا جماعه، ده معناه ان كان في صنايعيه صح هنا بيشتغلوا، تمام. الصنايعيه الصح اللي بتشتغل بتعمل شغل سليم جدا. اتفرجوا على فيش الكهرباء، اللون برتقاني او زي اللون اللي هو الطوب الاحمر المحمر غامق فاتح شويه قصدي. ادي فيشه، دي بقى اهم حاجه في المطبخ، لازم تعد فيشه. 1 2 3 4 5 فيش. شفتوا يا جماعه؟ 5 فيش تعدهم وتتاكد. وادي الغاز يا جماعه، وادي عداد الغاز، ادي الغاز وادي عداد الغاز. دي اهم حاجه لازم نجيبها تاني وثالث ورابع مع عداد الكهرباء والميه، عشان اللي يجي يبقى عارف يا دوب هيجيب خرطوم الغاز ويركبه، مع ان الخرطومه اصلا بتاع الشركه ولازم يبقى هي نازله بيها خرطومه فيها. المهم هنتكلم دلوقتي على السقف. السقف ابيض بس محتاج وش دهان متركب فيه دي. محتاجين اضاءه اعلى يا جماعه، ودي لمبه كمان الاضاءه الاكتر في المطبخ. وادي الشفاط، تمام. ادي فتحه الشفاط وادي فتحه السخان لو حبيت تركب سخان غاز، تمام، ماشي. دي عشان الدخان والحاجه تطلع لتحت الشفاط. نبدا نبص الاول على الشباك بيطل على ايه، والشباك خشب، تمام. الشباك بيطل على الجنب على شارع عبد السلام عارف برضه كله زي ما انتم شايفين. وادي البنزيمه وادي شارع عبد السلام عارف، خلاص زي ما احنا شايفين اهو. وادي الشباك خشب، تمام. الحاجه المساحه هنا بتاعه المطبخ عباره عن 1 2 3 في 1 2 3 4 5 متر، 5 في 3 يا جماعه. بصوا العلو والمستوى ده تركب عليه الرخام وانت مطمن، وتعلق رخامك في الحيطه وانت مطمن. شايفين العمدان سمك ايه؟ ادي ده الشغل النظيف، ده لما تحب تعمل اساسات صح. هنا مكان كمان للغساله، بصوا حتى الغساله او المطبخ، طبعا غساله الاطباق كمان ده يبقى احسن واحسن. ادي الفتحه بتاعتها بتاعت الصرف، وادي فتحه الميه، وادي كمان
فتحات ميه ليها بحيث انك انت تسحب. وادي فتحه الصرف، وادي البلاعه بتاعت المطبخ، تمام. وادي مكان رخامه المطبخ، طبعا انت تنقي الرخامه اللي تعجبك بالشكل اللي يعجبك باللون، ماشي. طبعا دي المواسير كلها ممكن تتدارى لان بيركب لها ستوك غطا كده بيركب عليها بيبقى شكله جميل، وممكن تغيرها لبلاستيك، تمام. ادي حاجه. وادي الغاز، تمام. يبقى احنا كده جبنا لكم المطبخ كامل، تمام، وجبنا كل حاجه فيه وعرفناكم كل حاجه فيه. ادي المطبخ اتقفل، وادي شباكه الخشب اتقفل، تمام. وادي المطبخ اهو يا جماعه قفلناه خلاص. فنتاكد تاني ان كل حاجه اتقفلت كويس، ماشي. بسم الله، ثانيه واحده. ده يا جماعه اللي يحب يشتري الشقه دي من المالك مباشر. انا بتعامل مباشر، ما بدخلش سماسره في الموضوع ولا ناس تلت وتعجن كتير. انا بتعامل مباشر مني للعميل اللي عايز يشتري، انا تحت امره، والمالك مباشر انا معاك على طول. مفيش بقى لا عمولات ولا سمسره ولا كان ليا ولا كان عليا ولا الكلام ده، تمام. ادي حاجه يا جماعه. وادي شقه ثانيه اهي، لسه هفرجكم على الشقه الثانيه اللي ان شاء الله تعجبكم وتدعوا لي، تمام. ادي الحمام وادي الاوض. براجع لكم على كل حاجه وانا بقفلها عشان انتوا تبقوا معايا كانكم داخلين تتفرجوا، وان شاء الله اللي يجي يشوف يلاقي كل كلمه قلتها له كانت صدق، مفيش حاجه اخرتها عليكم ولا ما قلتها لكمش، تمام. ادي كل حاجه يا جماعه. وادي كل الشبابيك والاوض اتقفلت. ادي البلكونه كمان اتقفلت. وادي الشارع اهو تاني عشان تبصوا عليه، عبد السلام عارف. وادي المرور، كوبري المرور. ادي كل حاجه معاكم اهي. ايوه يا جماعه، بسم الله بسم الله. وادي الشبابيك اهي معاكم اتقفلت. اللي عايز يا جماعه يتواصل معايا مباشر من قناتي، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك. معلش لو بطول معاكم في الفيديو، بس عشان اللي بيبقى ناوي يشتري بيبقى تعبان في الفلوس والقرش، فالقرش بيبقى عزيز عليه، فبيبقى كل اللي عايزه انه يشتري حاجه ما يضحكش عليه فيها ولا يزعل من حد فيها، وانه يبقى راضي عن ايه؟ عن الحاجه اللي هو اشتراها. فربنا يسعدكم ويوفقكم، تمام، ويكرمكم باحسن حاجه في الدنيا يا رب، تمام. وانا معاكم باذن الله في كل حاجه باذن الله يا جماعه، تمام. شكرا.